رسمي الاهلي بيتعاقد مع هداف ولاعب بروسيا مين يا ابو السيد؟ خليك معايا لاخر الفيديو يا سيد. انت ايه بروسيا؟ معاكم بروسيا دورتموند الالماني يا باشا، خليك معايا لاخر الفيديو. مستشار مرتضى منصور بيتقدم ببلاغ ضد الاستاذ حسين لبيب او كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. نادي الزمالك على فكره كسب، عمل مباراه كبيره مع بيراميدز، قدر يكسب بيراميدز في قبل في دور قبل النهائي في كاس مصر بضربات الترجيح. الاهلي بيكسب بالعافيه، الاهلي بيكسب بالعافيه بشق الانفس باداء زي الزفت 2-1 سيراميكا. بالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخلينا نبدا بيها صلاه الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليها باللايك. لو ما عجبكش الفيديو ادينا يا سيدي لايك وخلاص، مش هتخسر حاجه يعني، ادي اللايك وخلاص. صلى على الحبيب كده على الصلاه والسلام وتيجي نبتدي. هاخدها لك حكايه قصه. النادي الاهلي بيكسب امبارح سيراميكا كليوباترا 2-1. وايه بقى؟ باداء زي الزفت. مش هو ده الاهلي بتاع السنه اللي فاتت. الاهلي بتاع السنه اللي فاتت لسه ما جاش، اللعيبه كلها لسه ما جاتش. الوحيد اللي كسبته هو واحد بس، كريم الدبيس مكان علي معلول. انا مش شايف اي حاجه تاني. كل اللعيبه اداء زي الزفت، اداء زي الزفت. اذا كان المدير الفني تايه باله مش عارف مشغول بايه. ممكن يكون سيد عبد الحفيظ. هتقول لي سيد عبد الحفيظ يعني يا سيد يعني اقول لك يا باشا لان الكابتن سيد عبد الحفيظ لو موجود ما كنتش هتلاقي قفشه بيعترض على التغيير. سهله. اللي بيبقى ظابط نص بقى ظابط اوضه اللبس. خلاص كولر متفرغ للامور الفنيه، لا يقعد يكلمني مع حكم ولا يقعد يكلمني مع حكم رابع ولا مع الحكم الساحه ولا الكلام ده. لا، انت كل اللي عليك باصص في الملعب فانت شايف الدنيا. لا، كولر دلوقتي معلش على طول مع الحكم على طول. كابتن خالد بيبو ولا حول الله ولا قوه قاعد ما بيعملش حاجه، قاعد ما بيعملش حاجه. اداء النادي الاهلي السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص. ما اعرفش حتى في لاعبين اصلا ما بيدوكش في الملعب وانت مصمم انك تلعبهم، وفي لاعبين اصلا ممكن يدوك فانت حضرتك ما بتلعبهمش. زي مين؟ زي محمد ضو كريستو. انت حضرتك ما بتلعبوش، طب كنت تطلعه اعاره. احمد القندوسي اديك اهو طلعته اعاره وجاب فيك الجون وكان هيجيب فيك الجون الثاني ومتالق مع سيراميكا كليوباترا. مش عارف في حب وكره، مش فاهمها، مش فاهم الصراحه. فالنادي الاهلي بيكسب يعني اهو، بيكسب يعني في مباراه تلعب ولا تكسب، بس مش هي دي. مش هي دي. انت حضرتك لا اداء ولا اي حاجه وبتكسب في الدقيقه حاجه و90، في الدقيقه 93 ولا حاجه. بس يعني كويس انك كسبت وانت اصلا اداك مهزوز. مش هو ده اداء النادي الاهلي. نادي الزمالك امبارح بيلعب مع بيراميدز في الدور قبل النهائي. طبعا اللي هيكسب منهم هيقابل النادي الاهلي يوم 13 مارس السنه الجايه ان شاء الله سبحانه وتعالى. طيب امبارح الصراحه المباراه كانت رايحه جايه، كانت رايحه جايه. بيراميدز بيتقدم، الزمالك بيتعادل، بيراميدز بيتقدم، الزمالك بيتعادل 3-3. بيوصلوا ضربات الجزاء، ضربات الترجيح. بيقدر الزمالك بيكسب بيراميدز. مش عارف، الناس كلها بتتكلم على مصطفى فتحي. مصطفى فتحي جات له كوره قدام الجون هتقول لسه ما هو دخل جون. مش عارف، انا ما حسيتش حتى ضربه جزاء او بيشوطها. مش حاسس انه داخل قوي. مش حاسس ان هو مش عارف. اصل الصراحه اللي بيخلي الواحد دماغه تروح لكده لاعبين نادي الزمالك، يعني بعد كده بيطلعوا يتكلموا زي اسامه نبي يقول لك لما كنت في غزل المحله ولا مش عارف في بلديه المحله كنا بنلعب الزمالك في الكاس وجات لي كذا كوره قدام الجون وما كانش هاين عليا احط الجون. ليه يا عم في ايه؟ فانا امبارح ما حسيتش مصطفى، مش هو ده مصطفى فتحي حبايه الكريز صراحه. مش هو ده مصطفى فتحي حبايه الكريز. ولو هو كده وعمل كده اقول الحمد لله ما راحش النادي الاهلي، الحمد لله ما راحش النادي الاهلي. الناس كلها بتثني على نادي الزمالك ونسيت خالص نادي بيراميدز. على فكره ما كنتش عايز بيراميدز يكسب، انا كنت عايز الاهلي هو اللي يكسب. معلش انا اسف، كنت عايز الزمالك هو اللي يكسب. ليه الزمالك يعني اهلي وزمالك، زمالك واهلي، الدنيا ماشيه كده عندنا في مصر. سيبك بقى بيراميدز وفاركو وزد والكلام ده. هو اهلي وزمالك ولا خصوصا لو الزمالك خد الكاس من الاهلي عادي بالنسبه لي. ما هو بناخد منهم بطوله بياخدوا منها بطوله عادي. امال بيراميدز ياخد من النادي الاهلي بطوله؟ هي دي اللي انا مش هقبلها، هي دي اللي انا مش هقبلها وهفضل زعلان كتير. فانا فرحان الزمالك كسب. برضو الناس غفلانه يا سيد، غفلانه. بيراميدز لعب امبارح مباراه كبيره. احمد توفيق بيطرد في الدقيقه حاجه و70 بتفضل مكمل حضرتك، الشوط الثاني.
فبيراميدز مديه حاجه و70، احمد توفيق اتطرد، بيراميدز بيكمل وبيكمل على نفس النهج. هو مضغوط، الزمالك هو اللي بيضغط عشان الزمالك طبعا زايد واحد، زايد لاعب، لكن بيراميدز بيحاول يخطف، بيحاول بهجمه مرتده. وبيراميدز هو اللي بيتقدم والزمالك هو اللي بيتعادل، بيراميدز هو اللي بيتقدم والزمالك هو اللي بيتعادل. فانا شايف الصراحه الناس امبارح غافله حق بيراميدز. انا بلعب من الدقيقه حاجه و70 وبلعب قصاد نادي الزمالك، لا قلنا اللي بتقدم والزمالك بيتعادل، وضربات الجزاء او ضربات الترجيح اللي حظ هي او بقى مش حظ، او اللعيبه في استهتار. انت كان مصطفى فتحي في اخر كوره هو اصلا هو راح يشوطها وانا عارف انها هتصد، باين قوي. اصل العين فضاحه، العين بتفضح على فكره، العين بتفضح، باين قوي ان انت حضرتك رايح وهتشوطها ما اعرفش، مش عارف يعني برضه. اصل الحاجات دي بتاع الناس من جوه دي بتاعت ربنا، فالواحد مش هيتكلم يعني، مش هيتكلم. بس الزمالك امبارح وبيراميدز قدموا مباراه كبيره الصراحه. انا كنت قاعد مستمتع على فكره، قاعد مستمتع بالاداء. هجمه هنا وهجمه هنا، بيراميدز بيهاجم، الزمالك بيرد عليه بهجمه، بيراميدز بيحط جون، الزمالك بيرد عليه بجون. حلو الصراحه، المباراه كانت جميله الصراحه، المباراه كانت جميله. كده النادي الاهلي ان شاء الله هيقابل الزمالك يوم 13 مارس، يوم 13 مارس. ويا رب يا رب يا رب يا سيد، يا رب يا رب يبقى الجمهور مالي الاستاد، يا رب يبقى الجمهور مالي الاستاد عشان تبقى مباراه كبيره، مباراه كبيره. ورب تبقى هنا عندنا في مصر، مش لازم تروح الامارات. السبوبه مش لازم تروح، لازم تبقى هنا في مصر، والاستاد يبقى مليان جماهير اهلي وجماهير زمالك، جماهير اهلي وجماهير زمالك. المهم يا سيدي، اخدك بقى على الحته اللي انت حضرتك مستنيها. لا لاعب بروسيا، لا بس اصبر شويه بقى. الاستاذ مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور بيتقدم ببلاغ. رجعنا تاني للاستاذ مرتضى منصور، الحمد لله على السلامه يا باشا، الحمد لله على السلامه، حضرتك كنت وحشني. المستشار مرتضى منصور بيتقدم ببلاغ في الاستاذ حسين لبيب وبعض الاشخاص من مجلس اداره نادي الزمالك. ايه بقى يا سيد؟ بالسرقه. بايه؟ بالسرقه؟ ده الناس دول يا سيد حلوين يعني، الناس دول معاهم فلوس يعني، الناس دول يعني الدنيا معاهم مرتاح. لا يا باشا، ده قال لك ايه بقى؟ سرقوا 2 ساعه رولكس. ايه ده؟ رجع ساعات يا خطيب، ده كده رجع ساعات يا لبيب. تمشي على وزن لبيب على فكره، الخطيب على وزن لبيب. هو بالظبط كده، 2 ساعه رولكس ذهب لحد كده. لا بقول لك كمان يا اخي، سرقوا 2 لابتوب. طب وبس كده يا سيد؟ لا، ده سرقوا 40,000 دولار. وايه تاني؟ و22,000 يورو. يا سلام. وايه تاني؟ و50,000 جنيه مصري. طب ده حد كده؟ لا، وشاشه 75 بوصه. طب ايه ده يا سيد؟ وبعدين بقول لك كمان يا سيدي، اتسرق بعض المستندات الهامه من مكتبه، اللي هو كان مكتبه. يعني يا سيد عايز تفهمني الناس دي، يعني الاستاذ حسين لبيب اللي هو حسين لبيب رجل الاعمال، الاستاذ حسين لبيب ومعاه لفيف، يعني معلش هيسرقوا الكلام الفاضي دوت اللي بيتقال؟ هو فعلا كده، هو فعلا كده. المستشار مرتضى منصور فعلا بيتقدم ببلاغ ضد الاستاذ حسين لبيب وبعض الاشخاص بيتهموا بالسرقه بقى 2 ساعه رولكس ذهب، 2 لابتوب ب 40,000 دولار و22,000 يورو و50,000 جنيه مصري وشاشه 75 بوصه وبعض المستندات الهامه اتسرقت من مكتبه. طيب لحد كده ابو السيد؟ لا. طب احمد فتوح يا باشا، الاولويه الاولى والاخيره ليه النادي الاهلي، الاولويه الاولى والاخيره ليه النادي الاهلي. محمد صبحي ماله؟ محمد صبحي يا باشا، محمد صبحي نادي بيراميدز دخل في الخط، محمد صبحي نادي بيراميدز دخل في الخط. طب يا سيد هو فتوح قال ايه في التحقيق؟ فتوح يا باشا قال لك في التحقيق، قال لك دي مش اول مره اللعيبه تخرج من المعسكر، مش اول مره اللعيبه تخرج من المعسكر، لا عادي، الموضوع ده شغال عادي، واللعيبه بتخرج من المعسكر عادي والدنيا سهله يعني. طب ما ارجعش على المعسكر ليه؟ لا، ما هم قالوا لي بقى خلاص احنا عرضناك للبيع وما ترجعش على المعسكر، فانا هرجع ليه؟ وادوني مستحقاتي، ادوني مستحقاتي. بيراميدز النهارده بيعلن بيقول لك يا سيدي لا انا ماليش دعوه بفتوح، ماليش دعوه بفتوح. طيب الزمالك بيقول لك يا عم الحاج ماشي، احنا هنخش في محمد حمدي لاعب انبي، لاعب انبي يا سيد. وانبي طبعا حبايب الزمالك، ما هو انبي ده اللي قال لك انا مش هد محمد حمدي لحد الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، بس انا بقول لك هتديه للزمالك وبالتقسيط وممكن ببلاش كمان. طب رسميا يا باشا برعايه الحاوي كابتن وليد سليمان والكابتن بدر رجب مدير قطاع الناشئين، ماله بيضم لاعب بروسيا وليد محمد علي، هداف بروسيا العاشر من رمضان، اللاعب مواليد 2008. ولفت نظر الكابتن وليد سليمان والكابتن بدر رجب واللاعب ده، اللاعب ده يا جدعان بقول لك هداف بروسيا بكام هدف؟ ب 70 هدف الموسم الاولاني، حاصل على احسن لاعب في الشرقيه
وجاب 17 هدف، وجاب 17 هدف. الموسم الثاني احسن لاعب في الشرقيه وجاب 28 هدف. بص اللاعب ده لاعب خطير على فكره، لاعب مواليد 2008 وهيفيد النادي الاهلي جدا، هيفيد النادي الاهلي جدا. كابتن وليد سليمان عينيه حلوه، كابتن بدر رجب عينيه حلوه. شفت بقى لما مشيت يا كابتن خالد؟ ولا بلاش، خلينا داعمين للنادي الاهلي وقرارات النادي الاهلي وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. ويا عم كولر الله يرضى عنك، فوق فوق يا عم كولر فوق. احنا داخلين في منعطف ما ينفعش، ما ينفعش. كل الفرق بتوع المفروض انت فايق. انا ما اعرفش يعني، ما تقوليش يعني اصل السفر. على فكره السفر برضو كان لسان داونز والوداد، والاثنين قدموا مباراه كبيره على فكره، والوداد قدم مباراه حلوه والدنيا حلوه يعني. مش حكايه بقى ايه يعني. والمفروض الروتيشن يتعمل بحساب، مش غير 5 6 مره واحده، مش غير 5 6 مره واحده. المفروض الروتيشن دوت بحساب. شاف طاهر مش حلو خلاص بقى اركنه بقى. احمد عبد القادر مش حلو اركنه، اركنهم يا عم الحاج. مش هنفضل بقى شغالين عليهم. لا ما تدي بقى. انت عندك على فكره دكه بدلاء فيها ناس حلوه، ما تديها. ما تكرهناش في الكوره. انا قاعد امبارح كاره. ويعني معلش يعني على الناس اللي هي منظمه للدوري دي يعني، ما تشوف يا عم الحاج ام الفانلة امبارح. احنا مش عارف نتفرج، مش عارف اتفرج على الماتش. مش عارف اتفرج على الماتش الاهلي امبارح. اللون قريب من بعضيه، اللون قريب من بعضيه. خلصت حلقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.